هاد الصورة المؤلمة وهذا المشهد المؤلم هاد الأم هذه اللي في حالة هستيرية بحكم أنه حُكم على قاتل ابنتها، والبنت ديالها فقط العمر ديالها 6 سنوات، تم اغتصابها وقتلها ببشاعة، حُكم عليه بحكم مخفّض كما اعتبره الكثيرون، فقط 15 سنة سجنا نافذا، سنتحدث حول تفاصيل ذلك. كذلك حُكم على شابين من مدينة الرباط بأحكام بسبب ارتدائهما قميص مكتوب عليه حرية لفلسطين، والآخر الصحة والتعليم، 4 شهور ديال الحبس. في المقابل بعض ديك الأقمصة حُكم عليه بالسجن شهر ديال السجن النافذ. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للجميع، كنحيي كل الإخوان والمتابعين. مبدئيًا نتكلموا على الحكم اللي كان في المحكمة ديال طنجة لقاتل الطفلة هداية. هاد الطفلة من مدينة القصر الكبير، طفلة في عمرها 6 سنوات، كتسكن في واحد الحي الشعبي في مدينة القصر الكبير. آآ فُقدت لفترة قبل أن يتم العثور عليها مقتولة وعليها آثار التعذيب والاغتصاب، وتم القبض على الجاني والمعتدي اللي كان واحد الشاب كيسكن قريب ليلهم وفي العمر ديالو 17 سنة، هو اللي تسبب في مقتل هاد الطفلة بطريقة وحشية هزّت مدينة القصر الكبير. الأم كانت تتوقع حكمًا قاسيًا في حق قاتل ابنتها، بحكم أن طفلة بريئة في العمر ديالها 6 سنوات فقدت حياتها نتاج واحد الفعل إجرامي يقوم به واحد عمره 17 سنة، اللي استغل السك أنه ساكن قريب من هاد الدار ديال هاد الفتاة، وجرّن واحد المدرسة في منطقة خاوية واعتدى عليها جنسيًا، ربما البنت قاومت وضربها بشي حجر من راسها حتى توفات. وتفاجأ الجميع وهي حديث الساعة الآن كيف حُكم عليه فقط ب15 سنة سجنا نافذا، وهذا اللي خلّى الأم تدخل في حالة هستيرية وجنونية كما شهدنا في الصورة. المحكمة ديال الجنايات في طنجة أصدرت حكم في حق الجاني فقط 15 سنة سجنا نافذا، ربما لاعتبار أنه يعتبر قاصرا ما وصلش لسن 18 سنة، أو لأسباب أخرى لا نعلمها، إلا أن الأم لم تتقبل هذا الحكم واعتبرته حكما مخففا لا يليق مع الجريمة التي ارتكبها، جريمة الفاضعة في فقدان هذه الطفلة وموتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ننتقل إلى موضوع آخر ويتعلق بحكم اعتبر عكس حكم طنجة الذي اعتبر مخففا، اعتبر حكما قاسيا، خصوصا انه كيتعلق بواحد جوج شباب من منسوبين مجموعات او جماعات زيد، يعني اللي كانوا كيقودوا او كيحركوا المظاهرات في الشهر الماضي. حكم على الشابين 4 شهور ديال الحبس النافذ. السبب هو ارتدائهما جوج اقمصه، كانوا لابسين تواكد ديال المغرب، ديال المنتخب المغربي، ومطبوع عليهم واحد كاتب عليهم الصحة والتعليم، والآخر كتب عليهم الحرية لفلسطين. تم اعتقالهما وإحالتهما للمتابعة القضائية وحُكموا ب4 أشهر سجنا نافذة. وبالتحقيق معهما يعني دلوا على الشخص اللي طبع لهم هاد الطباعة في القميص ديالهم، اللي طبعا المطبعة، والشخص اللي طبع لهم هاد العبارات في القميص ديالهم حُكم عليه أيضا بالسجن شهرا نافذا. وبالتالي أحكام اعتبرت قاسية جدا في حق شباب من حقهم أن يطالبوا بالصحة والتعليم، وكذلك حق مشروع أن تطالب بأن تتحرر أرض إسلامية، تحدث على فلسطين المحتلة من طرف كيان غاصب مجرم معتدي ارتكب المجازر في حق إخوانه. بالتالي هذه الأحكام اعتبرت قاسية جدا في حق شباب عبروا عن آرائهم، في حق شباب يريدون الإصلاح المنظومة الصحية ولواقع التعليم، ويريدون الحرية لأرض مغتصبة محتلة من طرف كيان غاصب معتد مجرم. فكيف نفهم هذه الأحكام ونحن نشاهد قساوتها في جانب، ونشاهد
في جانب آخر هناك اعتداء وحشي ظالم في حق طفلة فقدت روحها، وأم فقدت فلذة كبدها، وكيف ما شفناها في مطلع الفيديو تتألم لأنه حُكم على الجاني فقط ب15 سنة سجنا. إذن هذه تتعلق بهذه الأحكام الصادرة ليلة أمس أو يوم أمس في المحاكم المغربية، واحدة في الرباط والثانية في طنجة. وشخصيا يعني هذه الأحكام تظل يعني تطرح الكثير من علامات الاستفهام لقسوتها في جانب ولتخفيفها في جانب آخر، خصوصا أنه يتعلق بحدث إجرامي وبسبق إصرار والترصد. نتحدث عن القصة ديال الطفلة هداية والواقعة ديالها. كاين سبق الإصرار والترصد، وكاين جريمة نكراء، وكاين اغتصاب في حق الطفلة. كاين واحد مجموعة ديال الجرائم ارتكبت وتبين مدى وحشية الجاني. في المقابل آخرين يعبرون عن أفكارهم، عن قناعاتهم، يريدون الخير لبلادهم، ودلالة ذلك أنهم يلبسون القميص الوطني، قميص بشعار ديال المنتخب الوطني لكرة القدم، عليه عبارات مكتوبة الصحة والتعليم أو مكتوبة الحرية لفلسطين. وبالتالي تظل كل هذه في إطار حرية التعبير إن كانت الأحكام صادرة بناء على القميص، لأن هذا الذي تتداوله الوسائل الإعلامية والمواقع الإخبارية، أن الحكم صدر خصيصا بارتداء هذا الزي أو هذا القميص، والتي فيه دلالات وشعارات يعني عادية جدا، لا تتطلب أن يتم يعني معاقبة شخص يلبس يعني قميص عليه عبارات الصحة والتعليم. ما الذي يضره وما هو الجرم الذي ارتكبه إذا يعني ارتدى شخص قميصا يطالب فيه بالصحة والتعليم؟ أين هو الجرم هنا؟ وإذا تحدثنا أيضا على الحرية لفلسطين، فهو مطلب مشروع ليس لنا لوحدنا لكن لكل الأمم التي يعني تطالب باستقلال أراضيها من طرف محتلين وغزاة ومعتدين. فأين الجرم في ذلك؟ وبالنسبة للمطبعة، يعني يأتيك شخص يريد أن يطبع عبارات لا هي فيها السب ولا هي فيها القذف ولا هي فيها مساس بمقدسات ولا هي، ورغم ذلك يعني يحكم هذا الشخص بالسجن. في المقابل مثلا إذا عدنا إلى الشقار، اعتصام الشقار متابعة قضائيا حاليا، حتى هي عاملة عبارات تسيء إلى الله سبحانه وتعالى في القميص. لم نعلم ولم ندري أين طبعت تلك العبارات، ولماذا لم يتم متابعة الشخص الذي طبع تلك العبارات المسيئة إلى الذات الإلهية، إلى الخالق سبحانه وتعالى، وهذه فيها مساس مباشر بالقيم وتطاول على الله سبحانه وتعالى ومساس بالمقدسات الإسلامية. فلماذا لم يتم متابعة هؤلاء؟ ولماذا لم يتم معاقبتهم؟ بينما آخر يطبع قميص مكتوب عليه حرية لفلسطين يعاقب، أو الصحة والتعليم. إذا هنا كنطرحوا مجموعة من علامات الاستفهام حول هذه الأحكام. في الختام نحيي الجميع، مرحبا بكل آرائكم وتفاعلاتكم. عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة، وإلى فيديو آخر نحييكم. السلام عليكم.